ناس كتير ما تعرفش يعني ايه مقاومة انسولين. مقاومة انسولين ببساطة هي حالة بيدخل فيها الجسم نتيجة ضعف حساسية خلايا الجسم لهرمون الانسولين المسؤول عن حرق السكر اللي موجود في الدم. فبيسبب في الاخر زيادة السكر في الدم بشكل مستمر، وده بيدخلني في خطر اصابة بمرض السكر من النوع التاني، وطبعا بعدها اصابة السمنة او الاصابة بالسمنة، بعدها يدخلني في خطر اصابة بامراض القلب. فكل دي مشاكل ممكن ادخل فيها نتيجة الاصابة بمقاومة الانسولين. احنا هنسميها اصابة، ولكن هي حالة بيخش فيها الجسم نتيجة ضعف الحساسية بتاعت الخلايا الانسولين. طيب اللي بيحصل في الجسم ايه؟ كالاتي: ان انا باكل الكربوهيدرات، باخد الكربوهيدرات جسمي بيهضمها ويكسرها يحولها لجلوكوز. بمجرد نزول الجلوكوز ده في الدم، البنكرياس بيفرز هرمون الانسولين عشان يتخلص من السكر الموجود، بانه يدخله الخلايا بتاعت جسمي علشان يتحرق او يتكسر ويطلع لي بداله طاقه، عشان جسمي يقدر يعمل النشاط اليومي بتاعه ويقدر يقوم بالعمليات الحيويه اللي بيعملها خلال اليوم. طيب نتيجه مقاومه انسولين، فالخلايا حساسيتها للانسولين ضعيفه، فاستجابتها للانسولين بان هو تدخل السكر جوه وتحرقه بتكون ضعيفه جدا، وبالتالي السكر بيستمر في وجوده في الدم وبيزيد